بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشوني كتير. فيديو جديد، والفيديو النهاردة مختلف، ولا روتين ولا هو اكل، بس اكل بقى ايه، حاجة كده بكمية كبيرة. ده كده حاجة طالعة لله، مش مني خالص، انا مجرد بس ان انا وسيلة اعمل واوزع. اللي طالب يعني حد اداني فلوس وقال لي اعمل حاجة لله. طبعا دي حاجة كده من خير وراحة، من أهل الخير وراحة للخير. معايا بقى هنا بص، دي كفتة اللي هي كفتة شوي كده أو فرن. وكمان معايا زي ما شفتوا مكرونة وطماطم وزيت وبهارات وحاجات كده حلوة. أول حاجة بقى هبدأ بيها وأسمي الله إن أنا هبدأ إن أنا أصبع الكفتة، لأن طبعا الكفتة هتاخد معايا وقت، إن دي ما شاء الله كمية كبيرة. زي ما انتوا شايفين كده انا لسه عاملاها في نفس اليوم، يعني عملتها الصبح وجيت على طول. جهزت زي ما انتوا شفتوا كده معاكم، وبادئه معاكم اهو. وان شاء الله ربنا ييسر ويبقى اليوم كده حلو وخفيف. النهارده يعني الفيديو ده فيديو الاتنين. طبعا صيام وانا صايمه، وهيحصل حاجه غريبه في الفيديو هقول لكم عليها، بس مش دلوقتي، في اوانها. هبدأ بقى اصبع زي ما انتوا شايفين كده. كله طبعا احاول ان انا على قد ما اقدر اخليه كله حجم واحد في الطول وفي التخن، بحيث ان يبقى كله زي بعض. طبعا لو في حاجة فرقت بقى دي بتبقى غصب عن ايد الواحد، طبعا الايد بتاخد وتدي. هروح بقى انا اكمل كل الكمية بتاعت الكفتة دي وارجع لكم هوا. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله عملت كمية الكفتة اللي معايا. طب انا جلفنت السجات كده علشان برضك تسهل عليا حكاية التنظيف. انا واقفة يعني لوحدي، معيش حد طبعا غير ربنا، ومبسوطة وفرحانة، ونفسي ربنا يديني الصحة واعمل كمان وكمان، ويبقى كمان من دخلي انا او زوجي. وطبعا ربنا ييسر لنا كلنا، واللي يقدر على شيء يعمله. معايا بقى الحلة العملاقة بتاعت مامتي الله يرحمها زي ما انتوا شايفين. ومعايا ده زيت نضيف فاخر. طبعا هو الاستحسن ان انتي طبعا تعمليها بزيت، ان الزيت هيحمرها معاكي بسرعة، بالذات ان دي كمية يعني، غير لما بتبقى عاملة حاجة كده قليلة ممكن تعمليها عادي بسمنة. معايا بقى هنا بصوا ما شاء الله الحلة دي اخدت معايا 3 كيلو ونص. انا اوريكم الكرتونة، انا كنت جايبة كرتونة 10 كيلو، يعتبر 20 كيس. دي اخدت معايا 7 اكياس، يعني 3 كيلو ونص. هبدأ بقى ان انا احمرها. بصوا انا كنت حطيت 3 كيلو، وحسيت ان هي تقدر تاخد كيس تاني، ان الحلة ما شاء الله على قد ما هي يعني مش عالية، بس مبلطحة وبتاخد كمية كبيرة يعني. الحلة دي كانت والدتي بتعمل فيها ما شاء الله 5 كيلو زبدة مسيحهم فيها، وكانت تعمل فيها كمان الرز بحليب 5 كيلو لبن على كيلو رز. هنا بقى عقبال ما المكرونة تاخد وتدي كده وتسخن شوية هي والحلة، هكون ان شاء الله ضربت الطماطم. بصوا انا مطلعه هنا فلفل من الفريزر احمر، وكمان كان عندي فلفل رومي كده اخضر، فهضربهم كده عشان انا خاطر بحب دايما اعملها بالطريقه دي. فزي ما تعمليها لنفسك تعمليها للغير. هنا عملت كده شفشق، وهعمل شفشق تاني، يعني كل حله معايا هتاخد شفشقين طماطم، لان طبعا دي يعني حلل كبيره، يعني كميه كبيره. هضرب الشفشق التاني. وكمان معايا بصوا دي اللي هو جوز الطيب، بحب دايما كده احط منها رشه، وبحب ابشرها يعني وقت ما هستخدمها، بتبقى كل بقى الريحه بتاعتها والزيوت العطريه اللي فيها بتخلي الاكل كده ريحته تحفه. هبشر كده بقى حبه، وهوريك ان انا ايه عشان انجز. طبعا انا زي ما قلت لك ان انا واقفه لوحدي. هعمل الطبق ده هحط فيه كل البهارات اللي انا هستخدمها. انا هعمل حاجه واحده فهي البهارات واحد. تقدري بقى انت تعملي في طبق بهاراتك كده، وتاخدي بمعلقة تانية كبيرة، يسهل عليكي بدل ما تاخدي من كل علبة شوية شوية على مدار الاكل. لا انا جهزت كده، لقيت الفلفل اللي عندي قليل فهطحن شوية. كمان هاخده فريش، مش هاخد من القديم. يبقى كده كل حاجة كده صبحة، وان شاء الله ربنا يطرح فيها العسل والسكر. ودايما حاجة ربنا بتبقى كده سبحان الله ليها طعم تاني وليها شمخة تانية خالص. عايزة اقولك ان كانت ريحة المكرونة بصوا مفكفجة كده، وكانت مالية البيت الصراحة. بص هاخد بقى كمية فلفل اسود حلوة كده معتبرة، وكمان اخر حبة بابريكا دولت كانوا عندي، يعني مكانش عندي الا شوية دولت. هلخبط بقى، هي دي بس اللي انا هستخدمها للمكرونة، يعني دي مكرونة محمرة مش بتموت. حلوة قوي. نص البلحة اللي هي جوز الطيب، على حبة فلفل كده، بس لو كان عندي بابريكا اكتر كنت هحط.
وكمان لو كنت، بس انا نسيت، ممكن كنت احط كمان حبهان مطحون يعني، بس الصراحة انا نسيت. بس بالطريقة دي بقى والله، وكانت ريحتها يعني الفلفل كان مخليها تحفة. شايفين المكرونة معايا ما شاء الله، اللهم صل على النبي، يعني لون واحد، ولا واحدة محروقة ولا واحدة فاتحة، لاني فضلت اقلب فيها باستمرار، ما اديتهاش فرصة ان هي تتلسع مني. احط الشفشق التاني اهو كده، خدت معايا شفشقين طماطم، لان طبعا ما شاء الله كمية حلوة قوي وكبيرة. الحلة دي حطيت فيها كمان 3 وحدات ماجي، تقدري تحطيهم وتقدري تستغني عنهم، بس الصراحة انا ذات نفسي لو في بيتي برضك بحط، فانا حطيت 3 بحيث ان يعني 3 على الكمية دي كلها مش حاجة، يعني حاجة بسيطة. هكمل بقى مية، وسلام لو عندك شوربة كمان لحمة او فراخ بتبقى الصراحة زي العسل، بس الصراحة ما كانش عندي. بس وهنا بقى بصوا التوابل اللي انا جهزتها، اخدت معلقتين. شايفين بقى كده احسن لما انت تاخدي من هنا ومن هنا، لا كده مرة واحدة وخلاص. حط كمان الملح بتاعي عشان اقلب مرة واحدة وهدوء. هتكرري يا ام يحيى الحكاية دي كم مرة؟ دي اول حلة، هنعمل ان شاء الله 3 حلل مع بعض. لان البوتاجاز بتاعي انتوا عارفين 4 عيون، فاخد الحلة دي عشان كبيرة، طبعا شايفين ما شاء الله حجمها. واخد الحلة بتاعت الطقم بتاعي مش الكبيرة اللي هي تحت الكبيرة. انا لو كان اخد الحلة اللي هي الكبيرة بتاعتي كنت برضه هتاخد حوالي 4 كيلو مكرونة، فكانت ايه هنجز يعني، ما كنتش هبقى اعمل 3 حلل. بس الحمد لله والله ما اخدوا كل ال3 حلل في ايدي، يعني ساعة، هنقول ساعة ونص، ما فيش ساعة ونص كمان والله. بص بقى الغلطة كانت هنا، انا صايمة ونسيت خالص ان انا صايمه، ودقت المكرونه، عايزه اقول لكم والله بقيت واقفه يعني مش عارفه، بس والله العظيم زي ما بقول لكم كده، بعد ما دقتها ما فيش دقيقتين بالظبط، لقيت المغرب بيدن وهتشوفوا معايا. بس طبعا انا نسيت، ودي حاجه طبعا مش بارادتي، طبعا احنا مش في رمضان، ونسيت خالص. يعني عايزه اقول لكم ان انا بص، انا قلت انا عملت ايه، انا دقت ازاي، ده انا صايمه. بس والله العظيم يلا، هو بصوا دايما يعني اعملوا بالنية، وانا كان في نيتي خير، وربنا ان شاء الله هيجازيني خير. بالظبط. بص هحط هنا المكرونة، يعني هتلاقوني هنا هفضي المكرونة، وهروح اقول لكم ان انا هشرب عشان المغرب اتدنت. بعد ما المغرب اتدنت قلت يعني هو انا مكنتش قادرة اصبر شوية، ما احطش المية بس هو النصيب. انا طبعا غصب عني، ودي حاجة غير ارادتي، يعني حتى لو في رمضان ونسيتي ودقتي اكل او نسيتي وشربتي، دي حاجة كده من عند ربنا. هنكمل بقى يومنا، وان شاء الله يوم خير زي الاكل اللي فيه للخير. بصوا هنا والله، بصوا يعني هنا بقى بقول لكم انا مش عارفة انا ازاي عملت كده، انا اول مرة اصلا، واول مرة ادوق اكل، بس انا عشان دي كمية كبيرة، وعشان طالعة الناس لازم برضك نظبطها وتطلع حلوة، وتطلع احسن حاجة. هنا بصوا ما شاء الله الحلة الأولانية خلاص اهي خلصت، ألف هنا وشفا لكل اللي كل منه. اللهم صل على النبي. والكفتة بتاعتنا بصوا بتتكلم عن نفسها ما شاء الله، يعني عايزة أقول لكم طعم وريحة مفيش كلام. وأدي كمان الحلة التانية هننزل بالطماطم. الحلة دي حطيت لها حوالي شفشقين إلا ربع تقريبا، لأن دي أصغر من التانية. والحلة التالتة أخدت معايا شفشق ونص. بصوا دي حسيتها ان هي التحمير بتاعها جه فاتح شوية، بس برضك كلها لون واحد، مفيش فاتح ومفيش غامق. بس انا الصراحة يعني قلت ايه، مش يعني كانت عايزة تحمر حبة يعني، بس يلا قدر الله ما شاء فعل، وبرضك طالعة جميلة لان هي ايد واحدة اللي عاملة الاكل. حط برضك من نفس الكمية اللي معانا بتاعت التوابل. وعايزه اقولك ان الحله دي حطيت فيها مكعبين ماجي. الماجي طب ما بتحطوش قدامنا ليه؟ الماجي يا بنات بضربها في الخلاط مع الطماطم، ليه؟ علشان خاطر يعني تدوب كويس، ما تبقاش واحنا بناكل نلقى حته ماجي كده تضايقنا او حاجه. ماشي. ودي الحله دي اخدت معايا 3 كيلو مكرونه، اخدت معايا 3 كيلو مكرونه. الحله دي بتاعت الطقم بتاعي اللي هي اصغر من الكبيره، لاني انا ما شاء الله الطقم بتاعي على كبير يعني. خلاص ما شاء الله هي اتحمرت، دي تعتبر اللي هي ايه تالت حله. هنزل بردك بالطماطم نفس الحكايه، دي اخدت معايا شفشق ونص طماطم. وهكمل لها نفس الحكايه ميه والتوابل بتاعتها،
وهو دي اكلنا. وشفتوا الكفتة، طبعا الكفتة انا دخلتها الفرن على درجة حرارة عالية. حطيت صاج فوق وصاج تحت، وبقيت ابدل لما تحت لقيته حمر طلعته فوق ونزلت اللي فوق تحت. عملت الصراحة يعني السجان انجزت معايا وفرقت معايا جامد يعني. وبصوا بقى هنا هنعبي الخير بتاعنا ان شاء الله في العلب، والف هنا وشفا لكل اللي هياكله وكل اللي هيدوق منه. وان شاء الله ربنا يتقبل لصاحب اللي عامل كده ويجعله في ميزان حسناته، وربنا يدينا ويزيدنا ونعمل ان شاء الله اكتر واكتر، ويديني الصحة واعمل كمان وكمان. بصوا دي بقى منظر العلبة. عايزة اقول لكم العلبة في المعلقة قعدت تنط مني، بس سيطرت عليها وعرفت ان انا يعني ايه، انا كان غرضي اللي يفتح العلبة يلقى فيها المعلقة يعني ايه، عشان بحيث لو انتي بتفرقي تدي يا دوب العلبة كده كاملة متكاملة. بصوا الحمد لله اتحطت جواها وبقت تمام. وده كده خلاص الخير بتاعنا مش يعني بتاع صاحبه، ورايح لأهل الخير اللي يستحقوه. ده الفيديو بتاعي، ولو عجبك الفيديو تنسينيش الإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. بحبكم في الله ولا إله إلا الله. وأنا أول مرة أعمل فيديو من النوعية دي، والله حبيت بس أقدمها لكم عشان للخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.